ايه ده يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ انتوا شفتوا انا شفته؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ اوه يا نهار اسوح، ايه ده؟ هي بتهزر ولا بتتكلم جد ولا اللي حصل ده فوتوشوب ولا ايه بالظبط؟ عشان انا ايه، انا بتقرب بسرعه. دي مكانها الصين، دي اكيد اكيد الست دي مكانها الصين. لا يا حبيبي، مش عايز تقرفك انت لوحدك، عايز تقرفك انت والعيله واحنا والمشاهدين وكل الناس. بجد ايه ده يا جماعه ده؟ انا ما شفتش كده بصراحه. انتوا عارفين الست دي اسمها ايه؟ الست دي اسمها ام ابراهيم. تعالى اوريكم بقى ايه فيديو تاني ليها. بصوا بقى. ايه ده؟ هو اللي انا شايفاه ده حقيقي بجد ولا ايه بالظبط؟ عشان انا مش عارفه والله العظيم، ما عارفه بجد. ايه ده يا جماعه ده؟ ما عندهاش باين ايه. انا دي مكانها الصين يا جماعه، وش كده على طول. مكان تحطها كده في الصين هتنفع معاهم قوي، هتحب الاكل بتاعهم قوي. تاكل الاكل ني والسمك ني وكل حاجه ني وعادي جدا. وبصوا بتحطوا عليه. ما عندهاش بوتاجاز دي ولا ايه؟ يا سلام على الريحة الجميلة. هو ده غسيل السمك يا بلاش. ايه ده؟ دي غلبت لينا. عارفين لينا اللي كانت في مسرحيه المتزوجون لما غسلت الفرخه؟ دي غسلتها في البتاع ايه، في الغساله. إيه، جدا. ما فيش تعليق بجد، ما فيش تعليق. انا هسيب لكم انتوا التعليق بجد. لايك. انتي يعني لو في ديسلايك هنحطهولك. يعني هو في ديسلايك، يا لو في سلام بلوك على الريحة هنعملهولك. الجميلة. هو في هو ده غسيل السمك يا بلاش. ما تنفيش على الاكل بقى. ستي ما تنفيش على الاكل. بيحصل لك المناخير بس. ستي حرام عليك يا ستي. الناس العيال قرفتش العيال يا شيخ. يا ستي قرفتش العيال وقرفتينا وقرفتينا كلنا يا ستي مش عارفه اقول لك ايه والله. انا مش عارفه ازاي الناس عيالك مستحملينك وحياة ربنا. عيالك مستحملينك ازاي بالقرف ده كله بجد يعني. طب وبعدين ليه تبهدلي العيال كده معاكي وتطلعوا؟ ما العيال ما شاء الله شكلهم حلو، ليه تبهدليهم معاكي يا حبيبتي ليه؟ ما سلكهاش هنا بقى. والله بسلكة مناخير بسيط. ما سلكهاش هنا يا ستي. ما تسلكهاش هنا يا لا ستي. ما بتطفيش ما بسلكش. ما تسلكيها في المنديل يا ستي. وحبكت على الاكل يعني. مش على الاكل، ما تنفيش على الاكل. تعالى نمسك الطبق العظيم. والله بينفوا مناخيرهم عيونها واسعة غير مناخير. يا اختي على الكلام اللي بيتقال. انا اعرف الكلام ده عمره ما بيطلع بره الاوضه، يعني بين عيال صغيره بيقعدوا ايه يكلموا مع بعض كده، لكن اللي يقعدوا انا اول مره اسمع الكلام ده على الملأ بجد. وسع كده بينفوا وبيعملوا البيضة. انا مناخيري ضيقة ما فيهاش حاجة. بصوا بتعدي الهواء بالعافية. كل عشان هننظم دماغك في طبق العدسة كسرا بالله. قولوا يلا. لما نفسي تتفتح تاني بقى. اتعشي يلا. والله يا ست بنتك عندك حق. بنتك عندها حق. لما نفسها تتفتح التانية. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك. قرفتش العيال وقرفتش معاك يا شيخ. اتعشي والحاف الصحن ما تخليش فيه فطفوط. انا عايزه المواعين ترمع يلا على طول. الناس اللي بتسالني روتين شعرك ايه يا ام ابراهيم؟ اهو جيلي لسه راجعه من الزريبه. هو المحتوى بتاعها، المحتوى يا جماعه بتاعها شكله يعني قايم على الايه، على القرف مش عارفه والله بجد. تعالى نشوف روتين شعرها بالجله اللي هي بتقول عليها دي. دلوقتي ولقيت الجرس دي الجاموسه لسه شخاه طازه نسيبه؟ لا رحت جايباه معايا وحطيت عليه حبه ميه ورحت عجناه سبته يعني يتخمر عبال ما عملت الغدا وكده. ولسه فيه هي بتقرفنا من كل حتى الحاجه اللي ما بناكلهاش بتقرفنا فيها. يعني هو دي حنه، يعني واضح انها حنه، بس هي لازم بقى ايه طبعا المحتوى بقى. المحتوى يا جماعه محتواها كده، محتواها قرف. كده هنفضيها عليه عشان خاطر الوصفه دي. خلي بالكم مش اي حد يعرف يعملها. لو مشيتوا عليه شعركم ان شاء الله هيبقى زلبطه. بس مش مشكله اعملوا. يعني هي شكلها واضح ان شكلها حلو كده، وعيلة ما شاء الله شكلهم حلوين. طب ليه تبهدلي وتبهدلي نفسك؟ انت ما تتكلمي عدل شبه ناس العدة وتتكلمي بألفاظ حلوه وانت محتواك. بس هو المشكله ان هو ده بقى محتواها خلاص، فهي مصممه تكمل في المحتوى ده على اساس ان هو كده محتواها. طيب ادي علبه الزبطات هناخده بس وشها مقلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه في الموضوع تسمي. بصوا الكوان بتاع الجله عامل ازاي. عسل قسما بالله ما حد يعرف يعمل الخلطه ديت. وصفه جميله ومجربه ولذيذه. بعدين في حاجه غلط في الموضوع، انت ليه لابسه جلافز يا ام ابراهيم؟ ليه لابسه جلافز يا حبيبتي؟ انت اقل من كده بكتير يعني، المفروض تلبسي جلافز تحطي ايدك على طول. ليه يعني؟ ليه النظافه دي؟ هتخليكي كده شعرك ينزل لحد اللي اسمعي مني بس تعجنيها كويس. بصوا الكوان بتاعها، بصوا جميله ازاي. هو ده بقى سر الشعر ام ابراهيم. تعمليه زي كده وهتبقي ملكة جمال لوحدك كده طبيعي، من غير ما تروحي كوافير ولا تصبغي ولا تعملي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي تاخدي كده جلوس على طول كده وتحط تطليات. الناس اللي خلاص كده يا جماعه، الناس اللي بتسألني روتين شعرك ايه يا ام ابراهيم، اهو جلي لسه راجعه كده يكون الفيديو يعني الحمد لله ان هو خلص. الحمد لله ان هو خلاص. كفايه بقى ايه يعني، مش عايزه اقول اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك. انا اكيد مش هيعجبكم الفيديو ده اساسا، انا متهيألي مش هيعجبكم. لا المهم حطوا لايك وصلوا على النبي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، ويلا باي باي. باي باي.